ازيكم؟ حابة اتكلم معاكم النهاردة شوية عن البوتوكس. ايه هو البوتوكس؟ البوتوكس هو البوتيولينم توكسين تايب A. ده عبارة عن مركب بيتعمل او بيتحضر في المعامل. عبارة عن ايه؟ زيه زي الادوية بالظبط. البوتوكس وظيفته الرئيسية هي الشد. طيب هو بيقوم بالوظيفة دي ازاي؟ البوتوكس ده عبارة عن مادة بتتحقن على العضلة. شغلتها ايه؟ هل بتشتغل على العضلة؟ لا. طب بتشتغل على العصب؟ لا. هي كل الوظيفة بتاعتها انها بتركب على المستقبلات الموجودة على العضلة. كل عضلة في عليها زي كراسي، زي مستقبلات. البوتوكس كل وظيفته انه لما بيتحقن بيدخل يمسك في المستقبلات دي او يركب عليها. وظيفته ايه الاساسيه؟ يمنع الاشاره انها توصل من العصب للعضله، فبالتالي بيخلي العضله تفضل مسترخيه وما تنقبضش. لما العضله تفضل مسترخيه فتره طويله ده بيخلي الجلد اللي فوقيها كمان بيسترخي ويفضل مشدود ومفرود فتره طويله. الفكره في البوتوكس انه لما بيتحقن كل ما اتحقن وانت صغيره كل ما بان مفعوله عليكي اكتر، وكل ما احتجتيش تحقنيه وانت كبيره. البوتوكس هل له وظائف تانية غير ان هو يشتغل على العضلات؟ ايوه، البوتوكس كمان دلوقتي بيستخدم عشان منع التعرق. بيتحقن في الاماكن اللي فيها بصيلات الشعر اللي معاها الغده العرقيه، فبيمنع برضو التعرق بصوره كبيره. بس لازم يتحقن للناس اللي اوريدي عندهم التعرق زايد، فبيقلل لهم او بيقفل لهم التعرض ده بنسبه 90%، فبيخليهم مرتاحين جدا من موضوع التعرق الزائد. البوتوكس بيستخدم في التعرق وفرد العضلات فقط؟ لا، في وظيفه ثالثه دلوقتي كمان مهمه جدا للبوتوكس، وهو انه بيعالج الصداع. بيتحقن بصوره معينه عند دكاتره الاعصاب او دكاتره الاوعيه الدمويه، ممكن يحقنوه، فبيخلي في اماكن معينه طبعا في الجسم بيقلل الصداع النصفي بصوره كبيره جدا. في النهايه البوتوكس هو من اهم المفاتيح لرجوعك بالسن لورا، والبوتوكس هو الحاجه الوحيده في التجميل اللي ملهاش اي بديل نقدر نستعوض عنه بيه.